السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم الصحة. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فطار اول يوم العيد. طبعا احنا عارفين كالعادة دايما الفطار الصبح بيبقى بقى الكبدة او حلويات المذبح على بعضها كده. النهارده هعمل معاكم كبدة بلدي على حبة كلاوي كده، وكمان هعمل معاكم مخ بالردة. طبعا انا عملت معاكم المخ قبل كده، اللي هو المخ عملته بانيه وعملته كمان بالسمنه البلدي. المخ البانيه كان باللبن والدقيق والفيجيتار. النهارده بقى هنعمله بطريقه جديده، هعمله بالرده. تابعوا معايا الطريقه. اول حاجه طبعا انا حطيت المخ في ميه سخنه، هحطه لمده 5 أو 7 دقايق كده يتسلق. ضفت عليه ورقتين من اللوري وفصين من الحبهان، فصين توم، ونص ليمونه، وكمان نص معلقه كمون. ده طبعا علشان ما يبقاش يعني يبقى ما فيش ريحه زفاره. هسيبه بس لمده لا تزيد عن 5 أو 7 دقايق بالكتير، عشان ما يتهريش او يتفتفت معايا. طبعا المخ ده كان عندي في الفريزر بقاله كام يوم، بس من الافضل طبعا يا جماعه ان المخ لما يجي يتعمل طازه بيبقى اسهل من كده. بعد كده بقى بعد ما سلقته طلعته بقى في بوله، وطبعا هضيف عليه ميه ساقعه. مش هسيبه بقى كده. انا جبت ميه ساقعه من التلاجة، بس الحقيقه الفيديو ده اتمسح. بطلعه وبحط عليه ميه ساقعه ولغايه ما يبرد خالص بقى. طبعا انا سلقاه ما نضفتوش قبل ما اسلقه. هبدا انضف بقى الحاجات اللي فيه اللي هي زي الفتل دي. بس يا جماعه انا قبل كده المخ لما بعمله كنت بنضفه الاول قبل ما يتسلق، كان بيبقى اسهل. يعني انا قلت اجرب الطريقه دي، بس النصيحه يعني المخ تنضفوه قبل ما يتسلق، لان هو يعني تعبني برضو شويه في التنظيف. بعد كده بقى اخدته وهبدا بقى اقطعه زي القطع دي كده زي ما حضراتكم شايفين. هو يعني المخ بيبقى حاجه جنب الكبده كده، لان المخ طبعا بيبقى صغير، فبيبقى حاجه يعني جنب الكبده كده، مش اكلة شبع يعني. فهي القطعة دي المناسبة. لو عايزين برضو تكبريها القطعة زيادة عن كده ماشي. بعد كده بقى بجهز له الردة بقى عشان اعمل له الكفر بتاعه، الردة اللي هغلفه بيها. معايا بقى هنا شوية ردة. وتحطي على قد ما تعملي. يعني في ناس بتجيب مخ بيبقى اتنين، مش مخ واحد. بتبقى يعني عايزة بقى تاكل وتشبع، ممكن تجيبي اتنين وتعمليه كده تكتري له شوية. هنا معايا الردة ضفت عليها معلقة من الدقيق، وكمان نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة من الكمون. الفلفل الاسمر والكمون بيدي ريحة وطعم جميل قوي. وبدأت اقلب الحاجات دي كويس قوي. وبعد كده جبت المخ بقى غلفته بالردة كويس، وهسيبه لمدة ما تزيدش عن 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، عشان الردة ما تتعجنش فيه. انا بس يعني هسيبه كده عشان الردة تلزق فيه وما تنزلش في الزيت معايا. وبعد كده بدأت اشتغل في الكبدة. دي كبدة على كلاوي، طبعا حط لها سمنة بلدي، ونزلت عليها طبعا على نار عالية. نزلت بالكبدة، وبعد كده بقى ضفت التوابل بتاعتي، شوية ملح وفلفل اسمر وحبهان. لو عايزة تحطي ورق لوري برضو بدل الحبهان بيبقى كويس قوي. والكبدة معايا طبعا عشان تبقى طرية مقطعاها القطع دي قطع كبيرة شوية. لغايه الوقت انا ما حطيت لهاش اي نقطه ميه. طبعا بسيبها على البوتاجاز برضو على نار عاليه كده وانت متابعاها. بعد كده طبعا بقى هي بدات بقى تنشف، وانا يعني عايزاها تستوي كويس وما بقاش فيها دم برضو. بضيف بقى شويه ميه حبه بحبه كده صغيرين، مش هضيف ميه كتير عشان ما تبقاش يعني زي الحاجه المسلوقه. يعني عايزاها بقى كبده محمره، الكبده اللي هي البلد بتاعتنا الجميله. ببدأ برضو اقلب من هنا لهنا كده.
لغايه ما تبدا يعني تشرب بقى برضو الميه بتاعتها كده. هنا بقى معايا زيت في الطاسه، طبعا الزيت سخن، بدات اهدي النار ونزلت المخ بقى في الزيت. طبعا بقى كده بعد كده انا بسويه على نار هاديه، عشان زي ما انتم شايفين كده عامل فوم او اللي هي الرغاوي دي. فطبعا عشان حتى اقدر اشوف المخ استوى ولا خد اللون اللي انا عايزاه ولا لا، بستمر طبعا اقلب من هنا لهنا كده بالراحه، عشان المخ ما يتقطعش مني في الطاسه ويطلع كده سليم. بصوا بقى كده ما شاء الله، هو كده خد اللون اللي انا عايزاه واستوى. طلعته طبعا. وهنا معايا الكبده بقى، ضفت لها بصلايه وكمان عصره ليمون عشان تحتفظ بقيمتها الغذائيه. وهبدا برضو عشان اساعد في تسويه البصل، انا عايزه البصل كده بصل مكرمل. وبقلب برضو من هنا لهنا كده لغايه البصل ما يتكرمل بقى، والكبده تاخد اللون بتاع البصل وتنشف، لو فيها ميه ولا حاجه كده تنشف. وكده خلاص الاكل بتاعنا جاهز. بصوا بقى الكبده عامله ازاي ما شاء الله، التسويه بتاعتها جميله. والصوص، بصوا الصوص بتاعها يعني ناعم جدا وجميل. هي دي الحاجه بقى اللي فرقت معايا في الكبده. لو عايزين برضو كنتوا تضيفوا شطه، تضيفوا يعني فلفل حار مع الكبده برضو ممكن. وهنا معايا طبعا المخ زي ما حضراتكم شايفين كده طالع سليم اهو، والكفر بتاعه كمان يعني سليم ومقرمش من جوه ومستوي وجميل جدا. اتمنى يكون وصفتي عجبتكم. عملنا النهارده احلى فطار. كل سنه وانتم طيبين. واللي عجبه الفيديو اتمنى اشتراك في القناه، تنوروني ولايك حلو كده، والقاكم بخير.